السلام عليكم اخواتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. وعواشركم بروك الله يدخل عليكم بالصحه والهنا وما تمنيتم يا ربي. كما كتشوفوا معي اليوم ان شاء الله نشارك معكم العسل المنزلي ناجح 100%. غنبدا معكم تحضيرات رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كما كتشوفوا معي العسل كيجي رائع بكميه وفيرة. نبدأ على بركة الله في الطريقة والمقادير. مكونات ديالو بسيطين، بسم الله. كما كتشوفوا معي عندي هنا 4 الكيلو السكر، سكر سنيدة. تقدروا تعوضوا السكر سنيدة بالقالب. عندي 2 الكيلو في 2 الكيلو. عندي 2 الحامضات، وعندي عويدة القرفة، وعندي 2 لتر د الماء. كما كتشوفوا معايا اخواتي العسل كيجي ساهل وناجح وكيجي اقتصادي ملي كنشريوه. كما كتشوفوا معي دابا ملي خويت ديك 2 كيلو السكر في الطنجره، غنزيد عليهم 2 كيلو السكر ثانيين. وانتم تقدروا تعملوا اللي بغى ينقص المقادير تعمل 2 كيلو السكر، غير 2 كيلو السكر نعمل معاهم واحد الحامضه ويترو د الماء، وشنيو شويه د القرفه. هذا العسل هذا ناجح لجميع معسلات الرمضان. كما كتشوفوا معي كيجي ثقيل، كيجي واعر. المهم الماء عندي 2 لتر الماء، ما عندي معبورين. كما كتشوفوا معايا في ديك القرعه عندي معبوره فيها يترود الماء، وفي ديك الكاس عندي عاون يترود الماء. عبرته بديك القرعه هذه كدير في الليترو. كما كتشوفوا معايا دابا غنخوي ديك 2 لتر الماء في الطنجره. كما قلت لكم اخواتي تقدروا تعملوا 2 كيلو السكر، يترو الماء، واحد الحامضه، وعويدة القرفه. المهم العسل ساهل وناجح للمبتدئين اللي اول مره يعدل العسل ينجح له. تبعوا هذه الطريقه وهذه المقادير ان شاء الله ينجحكم من اول استعمال. كما كتشوفوا معايا دابا ملي اخويت ديك 2 لتر د الماء نحرك مزيان ديك السكر حتى كيذوب شويه. كنبقى كنحرك حتى كيذوب. ديك الساعه كنقطع ديك 2 الحامضات. كما شفتوا معايا قطعت شرائح مدوره. كما كتشوفوا هاد الحامضات الدور ديالهم باش كنعرفوا العسل واش طاب ولا لا. دابا غنزيد ديك العبيدات القرفه وغنشد على الطنجره ديالي على الكوكوت وغنرد طيب على البوطه. انا تقريبا دايره جوج سوايع حيت انا عندي الطنجره ثقيله. نتوما كان عندكم كوكوط خفيفه تقدر دير لكم في الطياب ساعه ونص. المهم ملي كتبدا تصفر الطنجره كنقاصلو بوطه، كنخليها يطيب على بوطه مهيله. كما كتشوفوا معايا دابا تشوفوا معايا القوام ديالو ملي طاب. كما كتشوفوا معي اخواتي العسيله ديالي ملي طابت كتعرفوها واش طابت ولا لا عند ديك شرائح الحامض. كما ملي كتجبرهم تعسلوا تحمروا كما كتشوفوا معي كتعرفوا العسل ديالكم طاب. وإلا جبرتوهم باقي النول ديالهم هذاك خضر كتعرفوا العسل باقي خاصو يطيب. كما كتشوفوا معي ومن الاحسن تزولوهم لدابا من العسل ملي باقي العسل. دابا العسل باقي سخون ان شاء الله. زعما ملي طفيت له بوطه حليت معكم الطنجره كنوري لكم. دابا العسل باقي سخون كنزول منه ديك العبيدات د القرفه وديك شرائح الحامض باش ما كيرفدولكمش العسل بزاف. دابا خليتوهم حتى برد العسل ملي عاد تجيو تزولوهم عيرفدوا لكم العسل بزاف. دابا ملي زولتهم ساهلين ما كيطلعوش العسل معاهم بزاف. كما كتشوفوا معي دابا نخليه ليله كامله حتى يبرد. ها ان شاء الله غدا في الصباح كيف كيصبح كيتقال كيجي رائع. اهم حاجه ناجح وكيبقى معلك على المعسلة سواء شباكية اي معسلات. كنتمنى تجربوه وينجحكم ويعجبكم. ناجح 1000000%. كما قلتلكم على الضمانة ديالي جربوه اخواتي. كما كتشوفوا معي كيجي رائع وثقيل. اهم حاجه العسل خاصها تكون ثقيله باش كتلصقنا في المعسلات ديالنا. يلا شكرا لكم بزاف اخواتي على المشاهده ديالكم، ويلا بسلامه عليكم. تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.